يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ويعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. معانا عربيه الفول، يبقى هنعمل فول. ادي الفول بتاعنا الجميل اللي احنا عملناه. كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب وسلامه. وعملنا معاه كمان زبادي، بس طبعا الزبادي ده انا مخليها لكم في فيديو لوحده، وعملنا لكم الفول ده لوحده. تمام. عملنا بقى بطريقه بسيطه بحيث ان احنا هنجيب فول بيبقى طبعا كميه قليله قوي لما بنشتريه من بره، فهنوفر وهنعمل كميه حلوه كبيره معانا. شايفين بقى الجمال؟ يلا بقى حطوا اللايك واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. ويلا نخش على الفيديو بتاعنا ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جبت يا ستي نص كيلو فول زي ما احنا شايفينه كده، ابيض وحلو. والفوليه كده ايه، انا بحبها كبيره كده، ما بحبش الفوليه الصغيره دي، بتاخد وقت معايا في السوا قوي بصراحه. المهم ابتديت اللي انا بقى انقي فيه، لو فوليه مخرومه، فوليه فاضيه، فوليه كده صغننه كده يعني. المهم نقيته كويس، هو بصراحه كان نظيف ما فيهوش حاجه. وحطيت له ميه عاديه خالص من الحنفيه، ميه ساقعه عاديه. تمام. زودت فيه الميه كده لان هو هينفش خلاص. وابتديت ان انا اسيبه ليله كامله، يعني لو هعمله، لو هنقعه من 12 بالليل اعمله 12 تاني يوم بالليل كده يعني. المهم اسيبه ليله كامله. المهم ده يا ستي بعد ما سبته اهو، بس طبعا كنت بغير عليه الميه ايه، في الراحه وفي الجايه كده، عشان خاطر بيطلع كده ريم معايا. ومعايا ربع كيلو فيل مدشوش وجزريه كبيره بشراها، ونص كوبايه عدس اصفر، ومعلقه كبيره خل. تمام. وكمان معايا ليمونه سليمه زي ما هي كده. ابتديت بقى اللي انا احط الفول بتاعنا اللي احنا نقعينه، وكمان احط ايه كميه من الفول المدمس كده. انا بحط ايه، حبه من ده وحبه من ده كده، مع انه هو كده كده هيتقلب اصلا، بس انا بحب اعمل الحركه دي. المهم بقى الفول اللي هو المدشوش، اللي هو فول البصاره ده اللي احنا بنعمل بيه البصاره، ده انا مش بنقعه لانه هو بيستوي اسرع من الفول ده. الفول ده اللي مش بيخليه يستوي بسرعه هي القشره بتاعته. تمام كده عشان نبقى متفقين. فالتاني ده مش بنقعه، هو بيستوي اصلا لوحده. المهم بقى حطيت بقى بقيه الكميه بتاعه الفول. نص كيلو فول اللي هو بتاع التدميس ده، حطيت عليه ربع كيلو فول مدشوش. وحطيت نص كوبايه من العدس الاصفر. وحطيت معلقتين من الرز كبيره. بس كده. وبعدين بقى ايه، هبتدي بقى اللي انا اجيب الميه، بس لازم الميه تكون مغليه، مغليه خالص، ما تحطيش ميه بارده. وهحط بقى الميه كده. وبعد كده ايه، اهم حاجه ان الميه تكون ايه ماليه الحله كده، عشان ما تضطريش انت تفتحي كل شويه وتزودي ميه. وهنعمل بقى دلوقتي كمان خطوه تانية، بحيث ان انت ما تفتحيش عليها الحله خالص تزودي ميه. حطيت بس الخل والليمونيه زي ما هي سليمه كده، ما تقطعوش، عشان انت بعد ما الفول يخلص هتشيليها. تمام. وما تقلقيش مش هتمرر معاكي ولا اي حاجه خالص. دلوقتي انا هلف الحله بتاعتي بورق فويل. ورق الفويل ده هيساعد الفول معايا على التسويه اسرع، وكمان في نفس الوقت مش هيقلل الميه ولا هيخلي الميه اللي جوه الحله تتبخر. تمام. هقفل بس كويس جدا كده، ولو عندك حله ضغط ممكن تعملي فيها، مفيش اي مشكله. خلاص. هو هقفل بقى كويس جدا كده. وبعد كده هحط الغطا بتاعي. وانتي لو عايزه تبصي على الميه، ممكن بتفتحي حته صغيره زي ما بقولك كده من الجنب، بس ما تفتحيش الفويل كله، وتبصي على الميه. بس هي ما تقلقيش، طول ما انتي مزوده ميه كده مش هتخلص الميه معاكي في الفول. هتشوفي دلوقتي بقت عامله ازاي. هحط بقى الحله كده على نار عالية، وهحط فوقيها اي حاجة تقيلة عندك عشان خاطر تضغط الغطا معانا. وبعد كده اول ما المية هتغلي، هبتدي ان انا بقى ايه اوطي خالص شمعة. عارفة الشمعة؟ توطي خالص خالص. وكمان لو حابة ان انت تحطي شياطة مفيش مشكلة. هشيل بقى الحلة كده وهوطي العين خالص خالص شمعة. تمام. وهبتدي ان انا احط عليها الحلة تاني، واحط برضو عليها الطاجن من فوق، بحيث ان هو يكون قافل لي الحلة كويس. وكمان الفويل اصلا قافل معايا، مش مخلي اي بخار يطلع خالص من الحلة. وهخلصها بقى وهوريكي ان هي المية فيها زي ما هي ازاي دلوقتي كده، بعد ما عدى تقريبا 4 ساعات. تمام. هرفع بقى كده الغطا. بصوا هوريكم، بصوا المية عاملة ازاي. بصوا
لسه في ميه ما نقصتش قوي زي ما احنا شايفين، لسه في ميه اهو. طبعا هو المطلوب ان هو يكون في ميه كده، لان عايزه اقول لكم لما هيقعد كمان هيتقل جدا. يعني احنا حتى الفول لما بنجيبه من بره لو قعد شويه وبرد بيتقل، فهو ده المفروض ان هو يكون في ميه كده. انت بقى عايزه تحطيه كده وتحطي عليه الزيت والليمون والحاجه بتاعتك وتهرسيه بالشوكه، مفيش مشكله. عايزه اقول لكم الفوليه كانت دايبه خالص خالص. تمام. لو انت بقى مش حابه كده، تعالي بقى اوريكي خطوه تانية. بصوا ما شاء الله جميل جدا. انا الخطوه دي بقى هعملها دلوقتي لان انا مش عايزه الفوليه تكون سليمه كده زي ما هي كبيره. لا، انا هعمل ايه، هحطها كده في الكبه وهضربها نص ضربه. يعني يا دوبك اخلي الكبه تلف بس لفه واحده كده وهقفل. بصوا بقى شكلها بعد ما ضربتها نص ضربه كده في الكبه. بصوا شكل الفول بقى عامل ازاي، اللهم صل على سيدنا محمد، جميل جدا. وعايزه اقول لكم كان طعمه في منتهى الجمال وكان دايب كده زبده. بصوا شايفين الجمال، المية بتاعته جميلة وهو جميل، مش عايز اي حاجة تانية خالص. هعمل بقى في ايه دلوقتي، بصوا شايفين، هوريكم بقى الجمال والحلاوة. عظمة، احنا بنعمل عظمة تحفة جدا جدا. بصوا ولسه فيه برضو فول، مش اللي هو بقى ايه مهروس خالص او كده، لا، لان في ناس ما بتحبوش مهروس. بس يا ستي كده اهو. ونروح بقى لعربيه الفول تاني بتاعتنا. طبعا عربيه الفول دي رامي اللي عاملها لي على فكره، بقى لها سنتين عندي، كل لما بيخلص رمضان بشيلها وبطلعها تاني. خلاص بصوا بقى الفول اهو، يا جماله ويا حلاوته. حطيت طحينه وحطيت ليمون وحطيت كمون وملح بس، وحطيت شويه زيت، وسلقت بقى بيض جنبه. وكان المفروض ان انا كنت جايبه جبنه قريش بس نسيت احطها بصراحه، وخيار، وادي الزبادي. طبعا هنزل لكم الفيديو بتاع الزبادي ده ان شاء الله الفيديو الجاي. انا عارفه ان الفيديو متاخر شويه بتاع الفول والزبادي، بس هي يعني لظروف خاصه معلش. بس كده يا ستي، وادي الفول معانا جميل جدا. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب اكلات ام ادهم. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.